السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، خبر عاجل وحصري: انقلاب عسكري ضد النظام الجزائري الفاسد من طرف جماعة ترفع السلاح رسميا في وجه الكبران الأول الشنقر السعيد وكذلك الجيش الجزائري وعبد المجيد التبون. وفي تفاصيل الخبر متابعينا الكرام، برز اسم حركة تحرير جنوب الجزائر بشكل كبير هذا الأسبوع بعدما انتشرت أنباء عن قيام عناصرها بتنفيذ عملية نوعية ضد الجيش الجزائري أسفرت على مصرع 20 من عناصره، وهو الأمر الذي ربطته مجموعة من التقارير العالمية بالاجتماع المصغر للمجلس الأعلى الأمني الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون بحضور الكبران الأول على مستوى النظام الجزائري اللي هو الشنقر السعيد، حيث أنه حسب ذات المصادر فإن الحادث ليس جديدا وجرى قبل ما يناهز الأسبوع على الأقل، لكن السلطات الجزائرية فضلت عدم الحديث عنه أمام الإعلام رابطة القضية بالاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، والذي لم يرشح منه شيء على مستوى الإعلام الرسمي الجزائري ولا على مستوى الصحافة المقربة من قصر المرادية أو كذلك الجيش الجزائري، سوى أن الأمر يتعلق بالحدود.